ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا بالنسبة لكل الامهات اللي بتدور على موضوع السنان بالنسبة للرضع. اطفال لسه عندها طفل رضيع لسه بيطلع سنان، فبتبقى عايزة تسأل اسئلة من النوعية دي. الموضوع الحلقة النهاردة بيتكلم ازاي يا دكتور اخفف وجع التسنين بتاع الطفل الرضيع اللي لسه بيسنن، حاسس ان هو بيبكي، حساس زي واحد كده متضايق على طول، زي واحد يسموه كده باللغة العامية متقرف. فازاي نحل الموضوع ده؟ هتجيبي صباعك كده، صباعك يكون نظيف، يعني صباعك يكون نظيف تغسليه كويس، او تجيبي شاش يكون كده مبلول حاجه بسيطه زي كده، وتيجي عند الحته اللي هي بتشق، الحته اللي هي بدات تشقق من اللثه عشان تطلع منها السنه، وتبتدي انك انت تدلكي علها على لثه الطفل الرضيع يعني كده بالراحه بشويش خالص. ده هيحاول ان هو يقلل البتاع ده من الانزعاج بتاع بتاع الطفل. يبقى هنستخدم اول حاجه دي صباع نظيف، صباعك انت نظيف، او تحطي له شاش رطب. ده طبعا بيبدا يقلل من الالم بتاع اللثه. تمام. طيب بعد كده تاني ممكن اعمله عشان احاول احافظ على اللثه ما تبقاش مؤلمه بالنسبه للطفل اثناء التسنين؟ ان انا استخدم معلقه بارده، اجيب معلقه اللي هي اي معلقه رز ومعلقه الشاي، وتكون بس يا دوب كده يعني مسقعه حاجه بسيطه، مش هجيبها مجمده كونفلوريزر وكده، وابتدي احطها بس على اللثه من فوق زي كده حاجه بسيطه، عشان برضه تحاول ان هي تخفف الالم على الرضيع. دي كانت حلقه النهارده. لو عايزين اي حلقات اتكلم عنها اكتبوا لي في الكومنتات عندكم. وان شاء الله باذن الله اي حركات هتتكلموا عنها، مش عايز اقول يعني باذن الله، اوعدكم ان شاء الله لو لقيت في حالات ان شاء الله اعمل عنها حلقات. اي حاجات تكتبوها في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.